هلنا وما زالوا هلنا هم هلنا وما زالوا هلنا هلنا وما زالوا هلنا ما حد عليهم يفصلنا هلنا وما زالوا هلنا وما حد عليهم يفصلنا هلنا وما زالوا هلنا هم هلنا وما زالوا هلنا هلنا وما زالوا هلنا وما حد عليهم يفصلنا هلنا وما زالوا هلنا وما حد عليهم يفصلنا هلنا وهدوم عربنا من مشرقنا إلى مغربنا راكب في القلب حبايبنا مصاير فيكم شاغلنا انتو في القلب حبايبنا مصاير فيكم شاغلنا هلنا وما زالوا هلنا هلنا ما زالوا هلنا هلنا وما زالوا هلنا وما حد عليهم يفصلنا في البيضة ما زالوا هلنا وما حد عليهم يفصلنا هم هلنا بودي لاقونا نلتم ونجوهم ويجونا لعمم والاخوال وخونا من ويحد دار بطلنا العمام والاخوال وخونا من ويحد دار بطلنا هلنا وما زالوا هلنا هم هلنا ما زالوا هلنا هلنا وما زالوا هلنا وما حد عليهم يفصلنا هلنا وما زالوا هلنا وما حد عليهم يفصلنا هلنا إخوتي المشاهدين في كل مكان، هلنا في كل مكان، في كل ربوع ليبيا الجريحة، في كل ربوع ليبيا الطيبة، ليبيا الصوفية، ليبيا الأضرحة التي هدموها، ليبيا الناس بركة الناس الصالحين، ليبيا بركة العجائز والشياب الذي لولاهم ودعاهم لا خسفت الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. هذه إخوتي الأعزاء هي حلقة في نهاية العام، إن شاء الله عامكم الجاي يكون أكثر أمن وأمان. هلنا اصبروا فما الصبر والفرج إلا هو مفتاح الفرج. أخوتي الأعزاء من هلنا الطيبين الذين عانوا معاناة لا يستطيع بشر أن يتحملها. نعم نقول لكم إن دولة الباطل ساعة. أظن ما زلنا 5 دقائق. إخوتي الأعزاء، هذه الحلقة هي جردة حساب للعام الماضي، باش نفكركم لأن تنسوا أشياء كثيرة تمر على الشريط الإخباري ولا يحس بها بعد ذلك إلا أهلها وناسها وعائلاتها، لأن لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها، واللي رجله ويده في النار مش كيف اللي رجله برا أو يده برا من النار. هذه سنة من الحصاد المر. هلنا الذين يعانون في كل مكان، في بنغازي، في طرابلس، في درنا، في البيضة، طبرق، الزاوية، صبراتة، الحرشة، قيقب، العزيزيات، كل مكان من هذه الأرض الطيبة هناك إنسان أو عائلة تضررت، وهناك مكان فجر أو أحد اعتدي عليه أو مال سلب أو فتاة خطفت. هذه السنة من الجردة سنة 2013 رقم 13 هذا رقم نحس على ليبيا، وإن شاء الله 14 حتكون سنة طيبة عليكم هلنا. قبل الدخول في هذه الحلقة نوجه التحية الهلنا الطيبين الصامدين الأوفياء في وادي براك الشاطي، براك المحروقة
والراس والعيون والديسة وتمسان، ونخص الزهرة وحرايرها وهزيجهن وأغانيهن التي بثن فينا روح الأمل وروح المقاومة والصبر. تحية لكم يا هلنا في براك، أنكم تستحقون التحية لأنكم أشراف، ولأنكم طاهرون، ولأنكم ناس طيبون، ولأنكم ناس ما زلتم على السجية. نعم، وما زلتم أوفياء. نعم إخوتي، هلنا في براك الشاطي، لكم منا كل التحية. قبل أن أدخل في حصاد المر، أردت أن أنوه إلى موضوع مهم يخصني شخصيا، ما حاولت القيام به في المجال الإعلامي بعد خروجي من ليبيا. تروه كلكم. حاولت أن أخرج على قناة الراي، وقد كان لعدة حلقات ثم أوقفنا. أنا لسوف لا أعدد الأسباب شنو سببها، مش حنقولها، بلكي تضايق ناس كثيرين، ولكن أوقفنا. ثم خرجت على قناة الدنيا عدة مرات في حلقات تفوق 6 أو 7 حلقات. ثم حاولت بصفة شخصية إقامة محطة تلفزيونية فضائية باسم جينا جينا لعدة أيام، وخرجت على الشاشة، ثم أوقفت لعدم القدرة وعدم الدعم، لأن كثير من إخوتنا الذين لديهم الوسائل للدعم لم يدعموا هذه القناة. عملت هذه القناة على الإنترنت، ثم حاولت محاولة أخرى لإخراج قناة فضائية باسم ليبيا 24 من موارد أطفالي، وخرجت على النايل سات لعدة أيام، خرجت القناة أو أسابيع، ثم أوقفت بعدم دعم الليبيين المتواجدين في الخارج لهذه القناة، وأغلقت. وتوازى هذا مع إخراج راديو اسمه ليبيا 24، كنت تسمعوا فيه، نبث لكم عليه في حديث ونتواصل معكم. ثم لغرض ما حطيتها زي إذاعة قرآن كريم، وأحسن يبث قرآن الكريم لعلكم تستفيدون منه. وكان هذا الراديو لمدة سنة، ثم ما عادش قدرنا نستضيفوه على السيرفر، ما عندناش إمكانيات، أوقفناه وسكرناه. ما نبي نشرح لكم اننا بطل فيلم او وحيد، هناك ناس كثر ساهموا في العمل الاعلامي ولم يتوانوا، يعني كانوا في الزمن الصعب، وهذا مهم جدا ساتحدث عنه، ليس في زمن التغيرات. حاولت الاتصال بقناة الدردنيل باش تعرفوا يا ذن عمي ذن سيدي لبث برنامج هلنا. فكرة برنامج هلنا فكرة من مدة كبيرة، وكان قلت أحسن أنه يخرج على قناة فضائية حيؤثر وحيشاهدوه أكثر ناس من هلنا، وهو خطاب ليس للدعاية وليس للفتنة وليس للكذا، هو لتوضيح أمور ومحاولة مشاركة وجدانية معكم أهلي وناسي، وتوقيظكم على أشياء نراها نحن من خارج أنتم ما تشوفوش فيها. والكلام هذا كان قبل رمضان اللي فات، ووعدت أن خلال بعد العيد ستخصص فترة لإذاعة برنامج هلنا على قناة الدردنيل، ولكن الذين وعدوا أخلوا بالوعد تحت حجج واهية. تعرفوني يوما ما حتكلم بالاسم وبالمسميات. نحن خرجنا في الأوقات العصيبة، وكثير زينا خرجوا في الأوقات العصيبة ولم يخرجوا في زمن التحولات السياسية في دول الجوار، هذا يشهد به جميع. وكان هناك تجارب
في دول عدة وأحزاب عدة وحركات عدة أقفلت قانونا أو ذهبت إلى المهجر، ولكن تواصلت مع أهلها وناسها عبر الأثير، يا في راديوات ولا في محطات تلفزيونية، وتواصلوا كثير. ولكن لم يحدث هذا معنا، لأن وسائل التواصل الاجتماعي قد يكون النت مش قوي، حتى لما نحطوا حلقة ساعة يصعب على أهلنا كثيرين أن يستطيعوا الداونلود وإنزالها على أجهزتهم أو شهادتها، واللي شاهدها عدد. لكن نحن نبغى يوصل شيابنا وعزيزنا وهلنا والناس البركة في ليبيا في كل مكان. فلذلك حاولنا جاهدين بكافة الطرق اللي خلقها ربي للوصول عبر أحد القنوات. دعوني أدخل في صلب الموضوع. الحديث عن ليبيا 24، قناة ليبيا 24 طلعتها، ما فيش حد حتى قال السلام عليكم، كأن نطلعها واحد مش ليبي، لا اتصال ولا حد أبا يساعدنا لأن مواردنا صفر. فوجئت منذ أسابيع أن يسرق هذا الاسم المسجل قانونا طرفي، ولما أقول قانونا مسجل قانونا بمحطة اسمها ليبيا 24، ويعلن أصحابها الآن في زمن التحولات عن خروجها عن نايل الساد، عن نايل ساد. فإنني أنبه القائمين عليها. أنا قد أكون عرفت اسم وهذا الاسم لو حقيقة هو المقيم عليها لقد اتصلت به في مصر عندما كان في مصر لهذا الغرض. يجب أن توقفوا هذا العبث. العبث ليس في قنوات فضائية، كانت في قناة عملت نيسة وغضيت الطرف وأنتم تملكون. الآن خذيت الاسم لأن الناس عارفة أن قناة ليبيا 24 كان طلعها يوسف شكير. إذا كان لم توقفوا فسأوقفها قانونا، ولا أريد أن نفلش الشكارة منعا للفتنة. هذا موضوع. الموضوع الثاني لا يقل خطورة عن هذا الموضوع، لدور من يريد بث الفتنة والشقاق بين شباب أورفلا في بريطانيا وغير بريطانيا. شخص قابع في لندن، في برا من لندن هو، ومعروف دوره عندما كان في ليبيا، معروف دوره عندما كان في ليبيا، ومعروف دوره أثناء مهاجمة بني وليد. لم يدفع نكلة واحدة مساعدة لأهله في بني وليد. ومتى خرج من ليبيا أثناء الأزمة مبكرا مهمة وقلع. ونقول له آخر مكالمة لك مع علي الصلابي كانت يوم 19/12/2013، وخلي التبن مغطي شعيرا. نقول لك كفاية لعب وكفاية فتنة وكفاية، مش ناقصنا، مش ناقص شباب أورفلا ولا أورفلا هذه الفتنة. ونقول للي يتبعوه ويزينون في أعماله توقفوا يا أما بك شكر، وهو يعرف نفسه جيدا، واللي على راسه بطحايا حس عليها. سندخل في الحصاد المر. سوف لن أستخدم الترتيب التاريخي إلا في قائمة الاغتيالات، ولكن سنبدأ بأهم موضوع اللي يقلق مضجعنا، واللي أصبح هذا الموضوع وصمة عار، وصمة عار في جبين الليبيين جميعا دون استثناء، وهي تورغة. أهل تورغة الطيبين وشيابها وعجائزها بتهمة لم تثبت. إذا كان هناك نفرا ارتكب، ودائما نقول يقدم للمحاكم كل من ارتكب جرائم، سواء سابقا سواء بعد 17 فبراير، ولم يقدم أحد. كلها دعايات كاذبة عن اغتصاب وكذا، ودفعت هذه المدينة وأهلها الطيبين الثمن المزري البغيض اللي أصبحت تتناقل وسائل الإعلام. نحن لا نريد أن نعمل كذب كيف ما عملت الجزيرة والعربية، وكيف ما جابوا الليبيين دولة قطر وبنت لها خيام على الحدود التونسية وفي مناطق أخرى، وقالت مساكين اللي فرين من جرائم الليبية ذهبوا وعملتهم لغاية ما حققوا بهم
المؤامرة ثم اختفت تلك المعسكرات. لا نريد عمل ذلك، مع أن هذا حقيقة، والذين يعانون في تونس حقيقة. وبعض القنوات خجولة جابت بعض التقارير، بخجل جابتها ما يدين. نعم، مشت على الجانب الإنساني ولم ترى ولم تعمل بصدق عن ما يدور في ليبيا. نعم، وأرجو ألا تنحى هذه القناة منحى قناة الجزيرة. الوجه الآخر، وأنا أنبه هذه القناة مرة أخرى، تورغة وهلها اللي أصبحوا تأويهم شكرا بنغازي، شكرا لأهل بنغازي، شكرا بنغازي الجريحة المدمرة الغير آمنة أن تأوى أهل تورغة وساعدوهم. ونقول لكم إن هذه المساعدة لهؤلاء الناس هي الصدقة الجارية عند الله سبحانه وتعالى بتبنيهم ومساعدتهم. وكما نقول: من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. لهؤلاء الناس اللي قاعدين في صفيح، قاعدين في أمطار غزيرة وصقيع. نعم، هؤلاء هل تورغة اللي تشوفوا فيهم، وهذا عزايزها وشيابها وأطفالها وماذا يطلبون. إخوتي الأعزاء، هذا الموضوع سنفرد له يوما ما حلقة موثقة بإذن الله. سنأتي على حصاد المر لسنة 2013. أنا حنبدأ بس بماذا حدث. لا أريد أن أعرج إلا على قضايا الاغتيالات. أنا حأعرج لأن لدي ملفات كاملة موثقة بالكامل. هذه الملفات حادث، قتل، نفر، اسم بالساعة وبالدقيقة وبالثانية. وهي هذه الجرائم التي ارتكبت في حق أهلنا، واللي نحن مشيناها وبعثناها لمحكمة الجنايات الدولية ولمنظمات حقوق الإنسان لعلها تستنهض ضميرهم بصدق وليس بكذب. الملف هذا يبدأ من ملف ليبيا، حالات الاغتيالات والخطف والتفجيرات والتسمم. يبدأ بالبند الأول: مواقع عامة والدبلوماسية تم حرقها وتدميرها والاعتداء عليها وأحداث أخرى. هذه الأحداث تمت في جميع ربوع ليبيا، وهي 50 حدث من خطف ومحاولة معتقلين، ضرب معتقلين، محاولة اختراق مواقع حكومية، محاولة إيقاف منظومات للدولة، الاعتداء على قناصل، الاعتداء على مصارف، الاعتداء على مساجين، الاعتداء على لاجئين، إلى تدمير قسم الطوارئ في مستشفيات، إلى هجوم مجهولين على مقر الأمن الوقائي بمدينة كذا، حريق مساء كذا في حرس البلدي، وهكذا. عبارة عن 50 حادث، هذه في سنة واحدة. 50 حادث. أنا عندي كلها بالاسم لكن الوقت لا يسع، لكن تو نجي على يوما ما ونقولها لكم اسم والواقع والساعة كم ومن ودارها. رجال قضاء والحقوقيين والإعلاميين: نجاة وكيل نيابة العامة أمين المزيني من محاولة اغتيال تفجير سيارتها 19/9/2013. اختطاف شقيق الناشطة الحقوقية كريمة الفاسي وللتعرض عائلتها التهديد. اغتيال كاتبة العثور على الناشط الإعلامي والمعارض السابق إبراهيم الفرجاني مقتول في شقته في هولندا. تعرض مقدم برنامج بقناة ليبيا أحمد فتحي إلى كذا. اغتيال العقيد القاضي المستشار بالمحكمة العسكرية وعضو مجلس النادي الأهلي والمدعي العسكري العام بليبيا يوسف لصيفر، تفجير سياراته. اغتيال القاضي، هذوما قضاة بس وكلاني، المتقاعد 10 سنوات مفتاح محمد شقيم الخفيفي في بنغازي بالمسجد من خروجه بصلاة الفجر. اختطاف المحامية حميدة أحمد الأصفر وهي من جنزور أمام مقر نيابة جنزور 15/8/2013. اغتيال كل من عبد العاطي دخيل وعبد الفتاح السيد بالرابحة لحد 18 كذا، وهم من نشطاء الفيدرالية.
بعد خروجهم من اجتماع يوم 17/8. محاولة اغتيال الإعلامية خديجة العمامي. اغتيال القاضي المستشار نجيب هويدي قضائي في درنا ورئيس دائرة الجنايات بمحكمة استئناف الأخضر جبل الأخضر بعد إطلاق النار عليه من قبل مجهولين أثناء خروجه من عمله. اغتيال القاضي المستشار جمعة الجازوي بمحكمة بنغازي. خطف وكيل النيابة لتابع مكتب النائب العام. اغتيال المحامي والناشط الحقوقي عبد السلام المسماري ببنغازي بعد صلاة الجمعة، وهو من أبرز عناصر 17 فبراير، حيث تم اغتياله يوم 17 رمضان موافق 26/7/2013. اغتيال الناشط الحقوقي يوسف حامد بشهر رمضان أمام منزله بعد عودته من صلاة الفجر. اغتياف المحامي يوسف الدعيكي الورفلي. الكاتب والصحفي زياد العساوي. اغتيال الناشط السياسي خالد جار الله. اغتيال الإعلامي عز الدين قوصاد بقناة ليبيا الحرة 10/8. اغتيال الفدرالي الناشط وليد العقوري الآن في بنغازي أمام منزله. هذه القضاة محامين وإعلاميين، وأنا لما أذكر الأسماء نوريكم أن هم هذا جزء منهم أو عدد كبير منهم هم من ساعد في مؤامرة أو قصة 17 فبراير. ما هم شزلام ولا هم أعداء ولا هم كذا ولا هم كذا. مسؤولين ورجال أعمال. اغتيال بعد الخطف عمر حمد الأسود بمنطقة جارف سرت 19/9/2013. قتل الطالب معمر شعيب فرج القحصي. العثور على جثة المواطن فاتح التومي في طريق العزازية. العثور على جثة شاكر عبدو محمد العامل في الأمن مقتولا تحت كوبري جليانا. اختطاف فاطمة مراد الغزاوي. عثور على جثة متفحمة مجهولة الهوية خلف جامعة بنغازي 11/9/2013. وفاة 2 من الزاوية من أولاد بوحميرة أثر الشبكات الخاصة الآن كانت بين الزاوية ورشفانة يجتمعون في بصرة 16/9. تعرض أحد المواطنين مدير مصراتة وهو عامل من الجالية الآسيوية التابعين لكذا لعملية سطو بالقوة. اغتيال آخر في بنغازي بشير محمد بوشعالة. اختطاف طارق عامر محمد في طرابلس وهو من أقرباء العنود عبد الله السنوسي. اختطاف عنود عبد الله السنوسي شفتوها. نجاة المواطن الحاج عبد السلام الدرسي بأعجوبة من محاولة اغتيال. خطف الفتاتين بطرابلس من أمام سوق المهاري 1/9. الاعتداء على المواطن عبد السلام هذه الحادثة 14. 15 انباع عن مقتل حمزة الرجيل. 16 اختطاف الدكتور صالح سليمان الفقهي. 17 انتحار طبيب الإسنان عبد السلام السنفاز بسبب اعتداء عليه. 18 محاولة تفجير منزل سليمان قجم بطرابلس بصفته عضو، شفته اليوم على قناة نبأ يفيض. اغتيال سالم ميلاد القذافي. اغتيال رجل اعمال شعبان الربيعي. اغتيال المواطن اسامه الترهوني وزوجته الحامل. 23 محمد مختار مسلاتي في طرابلس. خطف ابن صالح علي الفرجاني حادثه 24. الحادثه 25. اغتيال الشيخ عبد الله الفسيق القيم بمسجد الانصار ببنغازي. 26 اغتيال المرشح للانتخابات ما يسمى المجلس الوطني المؤتمر الوطني العام خالد ابو صلاح قرب منطقه وباري. 27 اغتيال أسامة أبو غرارة في العاصمة طرابلس أمام منزله. اغتيال عضو مجلس الانتقالي عبد الباسط نعامة بترهونة. اغتيال محمد بن عثمان مجلس محلي مصراتة. اغتيال خليفة مختار فرنانا الزنتاني ورفيقه بشهر رمضان. محاولة اغتيال مصطفى الباروني. محاولة اغتيال سالم جويلي. محاولة مقتل أحمد علي الوفلي في انفجار. خطف واغتيال 28 مواطن من بني وليد 24/10/2013 وتصفيتهم في مصراتة. هذين كل أحداث السنة اللي فاتت الحصاد المر. محاولتين اغتيال تعرض لهم ما يسمى رئيس المجلس الوطني السابق. خطف أبناء فلان وفلان. محاولة اغتيال فتحي ميلود الفرجاني 15/12/2013. تو نخشوا هذين 38 حادثة. 38 حادث اختطاف وقتل غير اللي قلناهم القضاة وكذا. اغتيال رجال الشرطة والجيش. اغتيال ضابط بالأمن الداخلي المدعو سعد علي بريك المشيطي 19/9/2013. اغتيال رئيس وحدة التحقيق براس عبيدة مراجع العمامي. وصول جثث مفحمة إلى مستشفى جلاء درنا فرج رزق محمد مصاب أثر تفجير سيارة مدينة درنا. مقتل أحد رجال الإسناد شرف الغويل وإصابة رفيقه مفتاح برقيعة. اغتيال الشرطي فيصل عبدو الحراري التابع لمركز شرطة القوارشة. أمن وأمان ما شاء الله، أمن وأمان، وسنة ما شاء الله خضراء كلها، سنة حمراء، دم، قتل، كل الآلام اللي متولدة لدى الناس اللي كانت تحلم بالأمن والأمان، تحلم بليبيا تقعد كيف دبي. أنهي دبي، وأنهي الدوحة، وأنهي المدن اللي شاركن كلهن قعدات معززات ويحتفلوا برأس السنة
ويحتفلوا بالعام والتنمية والتشييد والعمارات والناطحات السحاب، ونحن قعدنا في الهم وحدنا يلقلق. 6 اغتيال الرائد سالم شعبان مسعود، إصابة أيمن العرق. 7 انفجار سيارة بجزيرة حي السلام والأنباء عن استهداف العقيد سالم العرفي. اغتيال 2 من عناصر كتيبة شهداء الزاوية. اغتيال الرائد سالم الورفلي. 11 اغتيال كل من عبد السلام فرحات العبيدي ورمضان الشكري. 12 تفجير سيارة ومحاولة، كلها قتل اغتيال تفجير سيارة. 17 الوقت يدهمنا قائمة طويلة يا اخوة، القائمة راهي فيها بالضبط 150 اسم. أنا قد أعتذر على الاستمرار في الأسماء، لكن 14 محاولة المقدم عبد السلام الفيتوري. 15 اغتيال القاضي مستشار المحكمة العسكرية وعضو مجلس النادي الأهلي ومدعو العسكري بلا صيفر. اغتيال أحمد الصغير 16. 17 اغتيال ناصر عثمان إبراهيم الحداد. 17 اغتيال وائل عبد السلام كريم. 19 اغتيال المقدم مصطفى عقيلة المغربي. 20 اغتيال العقيد عبد اللطيف العبيدي. 21 اغتيال في المكي اللطفي المكي الأعوج. 17/8 اغتيال بالرصاص الضابط سالم رجب السويدي بسرت. اغتيال العقيد خالد مجدوب العريبي. محاولة اغتيال العقيد جلال العرفي آمر كتيبة أحداث سائقة. اغتيال بالرصاص العقيد عبد الوهاب محمد عبد السلام اللافي. مقتل ضابط بالشرطة مديرية الأمن الوطني بسببها فوزي عيسى الأوجلي. قتل جنديين تابعين للقوات السائقة في منطقة العتعت. اغتيال الضابط والله طويلة واقسم لكم بالله بالاسم بالتاريخ بالوقت. أنا ما نبيش نستمر لأن حاجة تدمي القلب وتوجع الخاطر ونقول الصبر لأهلهم والصبر لناسهم واصدقائهم، ونقول لكم اللي تكلموا على جرائم فليتكلموا عن هذه الجرائم. وأين منظمات حقوق الإنسان؟ وأين يجيبوا فيها في الشريط المحطات اللي ساهمت في المؤامرة على هذا البلد؟ فخلاص ما عادش يهم، مات كلب طاحت عليه حيطة حشاه. هذا هو المنطق اللي ما كناش نعرفه واللي كنا نحدث فيكم عليه. قلنا لكم بريطانيا قالت جرام دم انجليزي يسوى الشعب الليبي كله. جرام دم انجليزي يسوى الشعب الليبي كله. وانا حنجيب لكم وثيقة من ملفات الناتو كم كلفتهم هذه العملية وكم طلعة داروها وشن الدول، وجابها الأستاذ الكبير محمد حسنين هيكل في أحد البرنامج. عشان نجيبها لكم فيديو تفرجوا عليها وتشوفوا كم نحن رخيصين وكم نحن قتلونا بالبلاش. 8 مليون استرليني اللي خسرها حلف الأطلسي. 8 مليون استرليني اللي يسرقوا فيها الآن بعض اللي عندكم. 8 مليون يسرقوا فيها كلفت الأطلسي. الباقي كلها دفعتها ليبيا ودفعتها دول أخرى. وهرب من هرب وسرق من سرق وتقوقع من تقوقع وخاف من خاف وسمسم من يريد السمسرة عليكم وعلى دماءكم. القائمة إخوتي الأعزاء 153 شخص تم قتلهم في سنة، وكلهم بين ضباط وضباط جيش وشرطة، وهذا يضع علامة استفهام كبيرة على هذه العمليات ومن وراءها من الظلميين الذين لا يريدون استتباب الأمن والأمان لهذه الدولة الطيبة، ولا يريدون لأهلنا أن يعيشوا في أمن وأمان حقيقي، ولا يريدون إقامة جيش وشرطة تحمي أرزاق الناس وأعراضها وحياتها. هذه سنة الحصاد المر. الحصاد حنبدأ بقوته وبشنو يعني. أولا تفجير بوابة برسس، هذه لها مغزى كبير في تصعيد العمليات ضد الجيش وضد المدنيين وخلق حالة يسموها الرعب، زي الرعب النووي. الرعب النووي الناس مرعوبة منه فحصل ديترنس عدم استعماله، لكن هذوم الرعب ونفذوه بتفجيرات وما زال الحبل على الجرار. كل يوم قتيل، كل يوم جثة مرمية في بير، كل يوم جثة مرمية في البحر، كل يوم سيارة منفجرة ومتفجرة. وهؤلاء الظلميين أعداء الإنسان والبشرية لا يريدون الاستقرار، وأجندتهم واضحة
ومن خلفهم واضح، وقد تتغير الأولويات والأدوار، ولكن الهدف واحد هو ذبح هذه الدولة وأن لا تقوم لها قائمة. هذه الدولة اللي اسمها ليبيا التي تتمتع بموقع استراتيجي قوي جدا، وجيو بوليتكس متاعها على مستوى عالي جدا من جميع النواحي العسكرية والنفطية والسياحية ومنافذ البحر ومحطات للطيران الدولي. فلا يريدون لهذه الدولة إلا الاستقرار، فطلعوا وطلقوا لكم فيها هذه الوحوش المفترسة التي لا تعرف الله ولا تعرف هذا الدين الذي يتاجرون به. فلذلك يا إخوتي الأعزاء، أرجو أن يكون هذا الحراك اللي خارج لا يخترق ولم يكن وراه أيدي خفية، أرجو أن يكون فعلا لوجه الله ولوجه ليبيا، وبذلك يكون حراك ليس محركا من برنارد هنري ليفي ولا من دولة قطر ولا من الجزيرة ولا من سين ولا من صاد، هو لوجه الله ولصالح هذا الوطن. إخوتي الأعزاء، نحن نقول لهؤلاء القابعين في خلف هذه المناصب لرزق الدنيا ولمرتب تافه لا يساوي قطرة دم من قطرات دم الشهداء الذين قتلوا، تحشموا على وجهكم. وهذا موقف الاتخاذ الموقف التاريخي بإعلان استقالة فرادية. إذا كان هناك زي ما يقولوا أنا مش عاجبني وأنا ضد هذه وأنا ضد القتل وأنا ضد التفجير وأنا ضد الاغتيالات وأنا ضد كذا، فليخرجوا كل مرة يخرج واحد ويسجلها للتاريخ استقالته ويفكوا الناس من هذا الشر. هذه برسس الذي راح فيها 14 شاب من شباب القوات المسلحة الليبيين. نحن لما نتكلم عليهم نتكلم عليه كمواطن ليبي مهما يتبع أي وين ما لي دخل، لكن مواطن ليبي قتل وسال دمه وتركوا أسرته في حرقة شديدة. فنقول لكم الصبر، ودولة الباطل ساعة. الضحايا الآخرين، الحادثة الثانية الخطيرة كانت ضحايا الدروع في بنغازي اللي قاد عملية القتل فيها وسام بن حميد، وكان ضحيتها 32 من منطقة الكويفة ومناطق محيطة. وأنتم ما عرفتوش شنو السبب اللي خلاه يطلق النار. السبب اللي خلاه يطلق النار ما كان مخزنه، كان مخزنه في ذلك المعسكر اللي يتبعنا تاع الدروع اللي يتبعنا. كان هناك سلاح ثقيل، وكانت هناك أموال طائلة من الدولار واليورو حتى يستطيع تأمينها وإخراجها بالمنطقة، لأنه هو حركها إلى 17 فبراير معسكر 17 فبراير، بعدين طلع بها نحو مناطق أخرى لتحميه وتحمي هؤلاء القتلة والسراق. هذا هو السبب اللي أطلق النار، لأن بالنسبة ما تحت يده من مال يفوق حياة هؤلاء البشر الذين سقطوا ضحايا لهذا الغدر ولهذه اليد الآثمة، وما زال يصول ويجول في ليبيا طليق السراح. أين القانون؟ أين القضاء؟ أين الضبطية؟ الحادثة الأخرى المهمة في هذه السنة وهي ضحايا غرغور في طرابلس. ضحايا غرغور وإن كان التفوا على هؤلاء الضحايا، التفوا عليهم دماء اللي وصلت أعداد كبيرة وجرحى حوالي 500، ما عادش تسمعوا عليه شيء، لأن التفوا الصحاح على هذا الموضوع وداروا لكم حلحوش وداروا لكم فيلم واستطربوا عليكم وجابوا لكم لبسوا ناس معروفين يتبعون، وخلوا الكتائب موجودة اللي يبوها في طرابلس اللي تعيث فسادا وتعيث تعذيبا في الناس وتسجن الناس بغير وجه حق.
وإن غدا لنظره قريب، ونقول ما يعجبك في الزمان إلا طوله، ما يعجبك في الزمان إلا طوله. فهؤلاء الضحايا الذين ضاعوا طلعوا خرجوا عفويا يريدون الدفاع عن مدينتهم مدينة طرابلس وحمايتها من هؤلاء المحيطين بهم من تلك الكتائب المصراتية التي كانت تخطف وتعذب وتعمل في سجون داخل غرغور، وبعضها طلعوا على بعد 30 كيلومتر. وسنفصل لكم في حلقة القادمة وين موجودات معسكرات القاعدة وأنصار الشريعة والمجرمين اللي تتبع هذا وهلاك، بعض الذين خلعوا ثوب الإرهاب وكذا ولبسوا بدلة الأمن الوقائي ولا الأمن الوطني، وسنفرد لها حلقة إن شاء الله كان أعطانا الله عمر في الحلقة الجاية. ضحايا أخرى هذوما المجموعات ضحايا أجدادنا في تلك الاحتراب اللي كل مرة يخلقوا لكم الجنوب يا إخوة راهو مهدد ومهدد. ولما نقول لكم مهدد أنا قلت لكم الجنوب من العصابات وتجار المخدرات وما زال راهو في كلام واجد، وقلت لكم أين تكمن القاعدة، وفي النهاية هذوم حيخلطوا على بعضهم، لأن هذا يبي يحمي هذا وهذا يبي يحمي هذا، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الحامي وهو الذي يخرجنا من هذه الورطة التي ورطوا فيها ليبيا. ضحايا 13 نفر أو 5 جابوهم، وما زال القتال والأعداد مرة في منطقة السرير ومرة في منطقة الكفرة، وتستقبل إجدابيا في ضحاياها، ومرة يتركوها بين التبو وزوية، ومرة يتركوها بين التبو ولاد سليمان، ومرة يتركوها بين كذا وكذا. ومعروف المخطط في الجنوب شنو بيديروا هذه المنطقة اللي تعتبر عازلة بافر زون ودفن النفايات اللي تتم عندكم يهلنا في الجنوب. وشفتوا أول أمس خبر كان في طنطولة اجتماع مغلق بين روسيا والولايات المتحدة لنقل الكيماوي بسرعة من سوريا، بسرعة لأن قريب من إسرائيل الكيماوي، لكن الكعكة الصفراء وغاز الخردة اللي تشموا فيه له 3 سنوات مرمي. ضحايا آخرين في بوابة المالطي، وعلى فكرة اللي قاموا بحادث بوابة المالطي هم نفسهم اللي قاموا بسطو على مصرف بني وليد في بني وليد، هم نفسهم اللي سطوا على الحادثة الكبيرة وهي أكبر سرقة في تاريخ ليبيا، اللي هم سطوا على السيارة التي خرجت بمسلح واحد تنقل 53 مليون إلى مدينة سرت. نفس المجموعة وهم معروفين لدى السلطات الليبية. وشفنا خبر من 4 أيام المجلس الوطني يكلف الجيش والشرطة بالقبض على من سرقوا الأموال. ايش ندخل المجلس؟ يعني قصة حزينة وقصة كاذبة، وهم معروفين نفرا وهم يقيمون والفلوس موجودة في مزرعة جزء منها يسربوه. هذوما بيت مال المسلمين، ليبيا بيت مال المسلمين، جزء حيمشي لسوريا وجزء حيمشي لمصر للأخوان المسلمين. وشفتوا تلك الأسلحة اللي مليانة في مصر، وما زال جيش مصر البطل وأمنها يعاني من تلك الأسلحة اللي تجي من ليبيا وتخزن في سيناء وغير سيناء. بوابة المالطي معروفة أخوتي الأعزاء، وعدد ضحاياها معروفين، وما زال هناك بوابات كثيرة حتضرب، وهناك أنفس كثيرا وأرواح كثيرة حتزهق، والحبل على الجرارة. ونحن ما زلنا نقولوا قتلنا الطاغية. الشهيد معمر القذافي لاقى وجه ربه، والتاريخ سيسجل ويكتب الناس الغير مرتعشين. فلذلك يا إخوتي الأعزاء ما يدور في هذه البلد هو ما دار منذ 3 سنوات. ليبيا منذ 17 فبراير تعرضت لأكبر سطو مسلح يشهده التاريخ، أكبر سطو مسلح على مقدرات دولة لم يشهده التاريخ هو الذي حدث في ليبيا. وتركنا في العراء، أو تركتوا في العراء، نعم، وتركنا جميعا في العراء. نحن في العراء في الخارج وأنتم في العراء في الداخل. فترك هؤلاء كلهم في العراء باش ينفردوا بهم هؤلاء الظالمين الظلميين
الذين يستلمون العتاد والأموال سواء من الحكومة والمجلس سواء من دول خارج الحدود. هذه إخوتي ملخص لهذه السنة، وهو حصاد مر على أهلنا وناسنا في شرق ليبيا وغربها وشمالها وجنوبها ووسطها، ونحن لا يسعنا إلا أن نقول أن هذه الانفجارات وهذه العمليات عبارة عن سلسلة متصلة. ما يحدث في ليبيا هو ارتداد لما يحدث في مصر، هو ارتداد لما يحدث في اليمن. وشاهدت الانفجارات في مصر اللي يقوم بها الأخوان المسلمين وما يخرج من تحت عباءتهم، وشاهدت ما يحدث في ليبيا، وما شاهدت ما يحدث في العراق، وشاهدت ما يحدث في اليمن. هل مع أزلام اللي في مصر واللي في اليمن أزلام واللي في العراق أزلام؟ كلا وألف كلا. هؤلاء الظلاميين سوف لن يتوقفوا عن هذا الخبل اللي في دماغهم لتحقيق شرع الله، وهو بعيد كل البعد عنهم شرع الله، لأن من يعرف شرع الله ومن يعرف قرآنه وسنته لا يمكن أن يقدم على هذه الأعمال. وشاهدت اليوم الإذاعات المحلية في ليبيا كلها الشيوخ هدوا أرواحكم. لماذا لم يخرجوا هؤلاء الشيوخ ليقولوا للناس هدوا أرواحكم وما تضربوش جيشكم وما تقتلوش ناسكم وما تفجروش معسكراتكم أثناء 17 فبراير؟ فلنقف بعقل ونقيم بعقل، سنصل إلى نتيجة واحدة. هذا البلد بلد مستهدف لقطع أوصاله وتقسيمه ل4 أجزاء، وسنتحدث عن هذا بالوثائق. إخوتي الأعزاء، ربي يكون في عونكم في هذه السنة وهذا الحصاد المر، ونطلب من الله العزيز القدير أن يأمنكم وأن ينزل الرحمة في قلوب كثير من الناس لكي يوقفوا حفرة الدم ويوقفوا هذه الفتنة الكبرى. نعم، واللي حيحصل في ليبيا هو داحس والغبراء من جديد. أرجو من الله سبحانه وتعالى وأرفع أيدي متضرعا إلى الله سبحانه وتعالى أن يلهم الناس الصبر، وأن ينزل سكينته على هذه البلد، وأن يأمن أهلنا في كل مكان من ربوع ليبيا. آمين آمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلنا وما زالوا هلناهم، هلنا وما زالوا هلنا وما زالوا ما حد عليهم يفصلنا، هلنا وما زالوا وما حد عليهم يفصلنا. هلنا وما زالوا هلناهم، هلنا وما زالوا هلنا وما زالوا وما حد عليهم يفصلنا، هلنا وما زالوا وما حد عليهم يفصلنا. وهذوم عربنا من مشرقنا إلى مغربنا، راكم في القلب حبايبنا، مصاير فيكم شاغلنا، انتو في القلب حبايبنا، مصاير فيكم شاغلنا. هلنا وما زالوا هلناهم، هلنا ما زالوا هلنا وما زالوا وما حد عليهم يفصلنا، في البيضة ما زالوا وما حد عليهم يفصلنا. هلنا بودي لاقونا، نلتم ونجوهم ويجونا، العمام والاخوال وخونا، من واحد دار بطلنا، العمام والاخوال وخونا، من واحد دار بطلنا. هلنا وما